ولفتكم بالوصفات السهلة والبسيطة ومكونات موجودة في كل دار. هذو المملحات من أروع الوصفات اللي درتهم لحد الآن. أروحوا تشوفوا كيفاش توجدوها. لا الفطور الله الله. واش تسحقوا كاس نتاع الماء يكون دافي. الكاس نتاعي يرفد 250 مليلتر. ملعقة كبيرة نتاع خميرة الخبز، ملعقة كبيرة نتاع السكر، ونخليهم يتفاعلوا. نزيدوا زوج مغارف كبار نتاع الزيت، زوج كيسان ونص نتاع الفارينة، ملعقة صغيرة نتاع الملح، ملعقة كبيرة نتاع حليب بودرة. إذا ما عندكمش ما تزيدوش. هنا لازم نزيدوا الفارينة حتى نلموا العجينة تكون هكا طرية ما تشي تتلصق. نعجنوها واحد 5 دقائق ونخليوها تخمر واحدة زوج سوايع لازم يشوفوا كيفاش خرجت. تقدروا تخليوها أكتر. أنا نرشو شوية نتاع الفرينة، نحلوها هكا بالحلال ونجيبو الطبق يكون مدور، نطبعوه هكا. ومن بعديك نعاود نفتحوهم هكا المدورات هذو، نعاود نفتحوهم هكا شوية باش ما يكونوش بزاف خشان. نجيبو لاصوص اللي درناها ديجا وبارطاجيت ديجا الوصفة. بالنسبة للحشو تقدروا ديروا واش تحبوا لو طون. أنا درت قليت شوية نتاع البصل مع البولي، ملح فلفل كحل وشوية بابريكا، خليتهم حتى تقلاو وخليتهم يبردوا. هذا ما كان. شوفوا كيفاش راني ندير في لا فيديو اللي زامي التشكيل راهو ساهل، ما تخافوش ما يتحلش في البلان تاعكم. ومن بعديك نجيبوا صفار بيضاء، شويه نتاع الحليب، وندهنوا كاع ندهنوهم مليح مليح. ما تخافوش انا درت ليه البذور الشيه هنايا. تقدروا ديروا جنجلان ولا واش تحبوا. تحطوهم في لوفو على 200 درجه ميم با 20 دقيقه. شوفوا الريزولتا نظامي شاهي. خرجوا ما شاء الله. ديروها وان شاء الله تعجبكم الوصفه. ديروا جيم، ديروا ابوني، وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم. الى وصفه واحده اخرى، الى اللقاء.